الدولة اللي بتكون مساحتها صغيرة دي بيكون سهل أصلا المميزات اللي بتكون موجودة عندها، بيكون سهل السيطرة عليه من الحكومة ومن الشعب. تاني حاجة بتكون موجودة عندها إن هو التطوير الذاتي. بفرض أنا مثلا عندي كشخص عندي عدد كتير أوي من البيوت، بفرض لما يكون عندي بيتين أو تلاتة أو منطقة أو منطقتين، فيكون سهل إن أنا أطور فيها وأصنع فيها حاجات كتير أوي. من الصعب بقى إن هو يكون عندي عشرات وألوفات من الناس. تالت حاجة أو تالت ميزة بتبقى موجودة عندها حرص الاستثمار الداخلي والخارجي. أنا هكفي طلبات المنطقة أو طلبات الشعب اللي موجود في المنطقة دي، وبالتالي ممكن أصدر كمان من الحاجات الموجودة عندي. طيب العيب بقى اللي بيكون موجود عندهم إن هم لما بيدخلوا حرب بيكونوا مهزومين اقتصاديا، بمعنى صح إن هم لما بيدخلوا حرب بعد الحرب ما بتخلص، أنا ما قلتش بيكون ضعف عندهم، لا، هم بعد بيكون سهل اختراقهم وسهل السيطرة عليهم، زي ما حصل مع ألمانيا في الحرب العالمية الثانية لما سيطرت على بلجيكا وعلى هولندا. تمام. فانت في ظل بيكون اصلا هي في الموارد اللي لما مثلا بتحصل كوارث طبيعيه زي مثلا الزلازل والاعاصير، من السهل ان هي تمحيها اصلا من الخريطه. تمام. طيب هيجي واحد دلوقتي هيقول لي انت ليه ما اتكلمتش عن مصر او ليه ما ذكرتش مصر الكلام بتاعك ده كله؟ هقول له مصر نيل، مصر بحر، مصر شعب، مصر سينا واهرامات، والتاريخ يشهد يا صخر. واما جيت اكتب عشانها قلت ادور في التاريخ، رد قال يومها التاريخ ان اصل الكلمه مصر. وبس يا عم. السلام عليكم.